دخلت على البيه بتاعي غرفة النوم، لقيته قاعد تحت البطانية من غير هدوم خالص. لقيته بيشدني من ايدي وخدني تحت البطانية وعملنا احلى حاجة في الدنيا كلها. لو حابين تعرفوا اكتر عن تفاصيل الحكاية كملوها معايا للآخر، والآخر دقيقة بتكون مليانة إثارة وكمان متعة. وياريت تنزلوا حالا تدعموني بلايك واشتراك في القناة علشان تشجعوني أقدم لكم المزيد من القصص الممتعة وكمان الجريئة. ويلا بينا نشوف صاحبة الحكاية اللي معانا بتحكي وبتقول ايه. صاحبة الحكاية بتحكي وبتقول: أنا فتحية وعندي 32 سنة، وأنا على قدر عالي جدا من الجمال. سبق لي قبل كده واتجوزت لكن محصليش نصيب. جوزي كان مدمن وطول الوقت ما كانش فايق، وكان بيجيب لي رجالة البيت، وكان بيجبرني على ان انا اعمل معاهم علاقة. ده غير الضرب والبهدلة وكمان الاهانة اللي كل ليلة بيعملها معايا، وكمان بيشتمني وبيقل ادبه خالص، وانا اصلا مش بحبه علشان اضحي باي حاجة. وما كانش بيجيب غير الرجالة الوحشين، يعني اللي كان شكلهم ومظهرهم مش حلو خالص ولا حتى شيك. وكان بيقبض عليا الفلوس ديت لحد ما قعدت معاه سنة وشهرين، وحسيت ان انا تعبانة ومبقتش قادرة خالص اكمل في الموضوع دوت، لان بصراحة انا وحيدة وكمان هو واخدني من الملجأ. علشان كده هو طول الوقت بيعتبرني خدام. قلت خدمة بخدمة، هربت منه وكمان رفعت عليه قضية طلاق، والحمد لله كسبتها. وانا مفيش معايا منه عيال، لان طبعا طول الوقت هو ما كانش بيعاشرني. اللي كان بيعاشرني الرجالة اللي كان بيجيبهم لي. فعشان كده انا كنت باخد وسيلة منع الحمل، لان لو حملت مش هعرف انا حملت من مين بالظبط. فضلت اشتغل شغلانات كتير لدرجة ان انا اشتغلت شغالة في الفنادق، وكنت بنظف غرف وكمان حمامات. لكن كان في واحدة متضايقة مني جدا، اكمني كنت احلى منها، وكمان كانت الزباين والنزلاء بيفضلوني انا عنها. مش هكدب عليكم، انا كنت بتعايق وكمان بتمنظر بجمالي وحلاوتي. ما كانش حد يعرف اصل من فصلي، وكنت كل واحد فيهم كنت بدخل بنضف له الأوضة. كان بيديني قرشين كويسين علشان خاطر كان بيحسس كام تحسيسة. ولحد ما البنت ديت كان ليها علاقة مع المدير بتاع الفندق، وهي بصراحة كانت من زمان جدا معاه. وزته عليا وفعلا رفضني. فضلت ألف على شغل كتير ملقتش، ولحد ما في يوم من الأيام كنت قاعدة في الشارع على الرصيف في إشارات المرور، ولقيت واحدة ست بتندهلي وبتقولي أنا عايزة واحدة تيجي وتساعدني في شغل البيت، لأن بصراحة أنا مش بفضى خالص وطول الوقت مكرسة حياتي لشغلي. ركبت معاها وقلت لها: يا ست هانم، أنا هعملك كل اللي انت تقول عليه، وأنا لا ليا لا زوج ولا أب ولا أم ولا أي حاجة خالص. هاي كمان ولو حباني أقعد معاكي في البيت هقعد. قلت لها يعني بمعنى أصح أنا مقطوعة من شجرة ومليش أي حد خالص، ولا ليا حتى أوضة إن أنا هي تلمني. وفعلا ركبت معاها وقالت لي طيب اركبي. وأول ما أخدتنا عند الفيلا بتاعتها بصراحة كنت مبهورة قد إيه هي كانت كبيرة، وقلت خلاص هحاول على قد ما أقدر إن أنا ألتزم في الشغل دوت، مادام هعيش وهاكل وهشرب معاهم وكمان هيلبسوني. دخلتني على طول على الحمام وجابت لي لبس من عندها ولبستني، وطبعا بعد ما أخدت شاور. وبعد كده عرفتني على الفيلا بتاعتها حتة حتة، وعرفتني على الأوضة بتاعتي. عمر في حياتي ما كنت أتخيل إن يجي عليا يوم وأنام في أوضة بالشياكة ديت ولا بالجمال دوت. قلت خلاص أكيد ربنا بيعوض عليا اللي فات، والأيام اللي جاية هتكون أيام حلوة وكمان زي الفل. يوم والتاني ولقيتها بتقول: خلي بالك البه جاي من السفر النهاردة، اللي هو جوزها. قلت لها: يا أهلا وسهلا. جهزنا أكل كتير في اليوم دوت، وقالت لي عايزاكي تنضف الغرفة بتاعتي كويس وكمان تحط فيها بخور. وسابتنا ونزلت راحت الشغل، لأن هي طول الوقت كانت بتكون مشغولة. هي شغالة دكتورة نسا وتوليد، وفي أي وقت بتنزل من البيت حتى لو الساعة 2 أو حتى 4 الفجر، لما أي حد من المرضى بتوعها بيتصلوا عليها حالة ولادة أو أي حاجة. يعني هي مش بتقعد بالليل ولا حتى بالنهار. ولما جه جوزها اتعرفت عليه، هي طبعا عرفتنا على بعض. وبصراحة هو كان شاب زي القمر من سن مراته برضه، وهما ما كانوش أكبر مني بحاجات كبيرة، بحوالي عن 5-6 سنين. هما كانوا لسه شباب زيي.
وقالت له فتحية كويسة جدا، وكمان هتعمل لك كل اللي انت عايزه من غير ما اكون انا موجودة. اي حاجة تطلبها وانا مش موجودة قولها عليها وهي تعملها وانا مفهماها كل حاجة. وهم ربنا كان لسه مرزقهمش بأي خلفة ولا أي أولاد خالص، وهو كان طول الوقت قاعد في البيت معايا. كان كل الشغل بتاعه عن طريق الإنترنت وكمان اللابتوب بتاعه، يعني طول الوقت قاعد يا إما في المكتب بتاعه يا إما في غرفة النوم. وأنا بصراحة كانت الهانم طلعت لي لبس من لبسها كان ضيق كمان عليا، وكان جميل قوي، خاصة إن أنا جسمي مليان عن جسمها حبتين، فأي لبس بتطلعهولي بيكون مفسر كل تفاصيل جسمي. لقيته بيبص عليا في الراحة وفي الجاية، وبيبدأ إن هو يمسك إيدي في كل مرة بديله فيها حاجة. مش هكدب عليكم، كان إحساسي كله اتجاهه، لكن قلت مش هعمل أي حاجة في الشغلانة الحلوة ديت. أنا مصدقت ألاقي بيت نضيف زي دوت يلمني، بلاش أغلط فيه أي غلطة علشان خاطر أفضل شغالة، وهفضل شغالة بأدب واحترامي. لكن هو يوم عن يوم لقيته بياخد عليا قوي، وبيقعد وبيتكلم معايا كمان زي الناس العاديين، وبيقولي الهانم مشغولة عنه طول الوقت. ينفع كده؟ أنا راجل وليا احتياجاتي، وبكون محتاجها وعايزها، وهي بتقوم من جنب نص الليل أول ما أي حد بيتصل عليها وبيقول لها حالة ولادة. أنا نفسي في واحدة تدلعني وكمان تكيفني، وأنا هدلعها بالفلوس وبالمتعة وبكل حاجة. كان بيقعد معايا وبيسألني عن أصل وفصل، وكنت بحكي له كل حاجة. قلبي اتفتح له بصراحة، لأن بجد حبيته من جواي، كنت معجبة بيه جدا، وكان طول الوقت قلبي بيدق اتجاهه. علشان كده كان بيعرف يخرج مني الكلام. كنت بقعد أقوله إن جوزي الأولاني كان بيجيب لي رجالة، كنت بقعد أحكي له عن كل الحاجات ديت، ولقيته بيقول لي انت ظلمت في حياتك كتير، ومحتاجة بقى ان انت ترتاحي الفترة الجاية. إلا وفي يوم من الأيام وبعد تلميحات كتير جدا منه، بلاقيه داخل ورا من المطبخ، وكمان بيبدأ يحسس على جسمي، لحد ما في يوم من الأيام صرحني إن هو بيحبني ومش قادر يبعد بعيد عني أكتر من كده، وإن لازم يكون في بينا علاقة، لأن هو هيموت وهيتجنن علي. لكن أنا كنت بحاول على قد ما أقدر إن أنا أمنعه وأقوله ما ينفعش. وفي يوم كنت مدخلاله القهوة بتاعته وهو كان لسه نايم في السرير، لقيته نايم وكان تحت البطانية وكل حاجة كانت واقفة، ويدوبك بحطله القهوة على الكومودين، ولقيته بيشدني من إيدي وبيشيل البطانية وبيحط إيد عنده وبيقولي شوفي انت عاملة فيا ايه. مجرد بس ما دخلت عليا وأنا حالي بقى عامل كده. يرضيك العذاب اللي أنا فيه؟ أنا عايزك تريحيني وأنا هريحك، وهديك كل اللي انت نفسك فيه. مش هكدب عليكم، أول ما شفته ما قدرتش أمسك نفسي، ولقيته بيزق دماغي عنده، وأنا فضلت أعمل معاه بصراحة من غير من حتى ما أفكر، وكنت بعمل معاه من غير وعي. وفي اليوم دوت عملنا حاجات حلوة أوي مع بعض، كنت أنا وهو زي اللي ولدتنا أمنا بالظبط، يعني عملنا علاقة كاملة مع بعض. وبصراحة كنت حاسة إحساس فوق الخيال وفوق الروعة. كتر الرجالة اللي أنا جربتها قبل كده ما مرش عليا حد بالإحساس والجمال دوت، لأن بجد النظافة برضو حلوة في كل حاجة. بقيت أنا وهو متعلقين ببعض بعد فترة جامدة قوي، وفضلت أنا وهو على الوضع دوت كل يوم، وكل ما البيت يبقى فاضي لينا أنا وهو بنعمل مع بعض. بدأت مراته تحس وكمان تلاحظ مواضيع كتير جدا بينا، ولقيتها من غير مقدمات بدأت إن هي تغير مني، وكمان تزعق فيا على العمال والبطال. وكل ما كانت بتلاقيه بيدافع عني كانت بتنهار أكتر وأكتر، لدرجة إن هي طردتني وهو اللي منعها، وقال لها هي تفضل معانا في البيت وعمرها في حياتها ما هتمشي. طول الوقت حاسة إن في حاجة بينه وبين جوزها، وأنا بصراحة حبيته وتعلقت بيه، مش مجرد بس إن هو بيريحني وأنا بريحه. بجد أنا حبيته بكل كياني، ومبقتش عارفة أبعد بعيد عنه خالص. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحكاية اللي معانا. ولو عجبتكم حكايتنا دعموني بلايك، واستنوني في حكاية وقصة جديدة. مع السلامة.